انتوا عارفين مفيش اصعب من ان حد يكون عنده حاجة بتلح جواه وما يعرفش ايه هي الحاجة اللي بتلح عشان يعملها ويعمل ايه عشان يخلص من اللح ده. فبتبقى عايش وكأن في زن جامد وقوي جواك وانت مش عارف تسمي الزن ده ومش عارف تعمل ايه عشان تعالج الزن ده. انا فاهمة قوي قوي كل كلمة بقولها لكم، لان انا ده اللي انا مريت بيه بالظبط. في سنة 2016 خدت قرار ان انا مش هكمل بالطريقة دي. انا كنت شخص ضعيف جدا، دايما لو حصل اي مشكلة بقول انا اللي غلط، انا السبب، انا اللي وحشة، انا اللي اذيت، اكيد انا اللي غلطت، اكيد انا اللي وصلت لغيري انه يغلط فيا بالطريقة دي. كنت عندي كمية سذاجة وكمية ضعف مش ممكن حد يتخيله. ده غير ان انا اصلا شخصية حساسة، فاضرب اي ألم انا بتعرض له في 10 في 100. حاسة ان انا عاملة زي الكاسة اللي مليانة شروخ كتير قوي، واول شرخة هيجي هتفتت وقع في الارض. خلاص ما بقتش قادرة اتحمل مشاكل تاني اكتر من كده. ساعتها قررت اول حاجة ايقنتها ان محدش هيجي يساعدني. كتبت لنفسي كده: ساعدي نفسك بنفسك. ساعتها رديت على نفسي وقلت اساعد نفسي ازاي؟ انا مش عارفه مشكله فين، انا مش عارفه اعمل ايه. من ساعتها بدات الرحله من 2016 ولحد النهارده. درست كتير قوي في النص وقريت كتب كتير قوي في النص. انا عايزه اختصر على الشخص اللي عنده نفس مشكلتي، اللي حاسه ان هي تايهه جوه نفسها، مش فاهمه هي عايزه تروح فين. هي عارفه ان في حاجه غلط، عارفه ان هي مش مرتاحه، بس مش عارفه تعمل ايه عشان ترتاح، وفي نفس الوقت بتتجاهل الصوت اللي عمال يصرخ جواها. اعمل ايه؟ احسن حاجه استثمر فيها هي علاقتي بنفسي. انت اكتر حد هيطبطب على نفسك، انت اكتر حد هيفهم نفسك. من خلال رحلتي مع نفسي ومن خلال الناس اللي انا بساعدهم في السيشن، ان فعلا حديث النفس هو عنوان ان انت تكون مرتاح. ومش معنى ان انت تكون مرتاح على فكرة ان انت ما يبقاش عندك مشاكل، ان انت ما يبقاش عندك ضغوطات. لا، احنا في الدنيا احنا هيفضل عندنا مشاكل، احنا هيفضل عندنا ضغوطات، احنا هنفضل عايشين في حاجات بتسبب لنا نوع من انواع الالم. ولكن عرفنا ازاي نتعامل مع الالم ده. عرفنا هو ده اصلا بيعمل لي الم ليه. هو انا ليه لما حد بيبص لي بصه كده انا بفكر في الحقيقه اللي حصلت بدل ما افكر في افكاري ورا الموضوع. وحاجات كتير قوي ممكن نعملها مع نفسنا. انا هاجر قطب، كاتبه ومعالجه نفسيه، وقبل ما اكون كل ده كنت واحده عندي مشاكل مش ممكن تتخيلوها مع نفسي ومع غيري. ولكن قررت ان انا اساعد كل حد حاسس باللي انا كنت حاسه بيه ونفسه يعمل اللي انا كان نفسي اعمله، بس انا ما كنتش لاقيه حد يقول لي تعالي الطريق اهو. انا بقى دلوقتي بقول لكم تعالوا الطريق اهو. خلال المحتوى اللي هقدمه ابدا اعرفكم حاجات بسيطه في خلال حياتنا اليوميه، ازاي اكلم نفسي، ازاي اتفاهم مع نفسي، اهم حاجه ازاي اتعامل مع مصادر الالم في حياتي. قولوا لي ايه هي اكتر حاجه لمستكم في الكلام اللي انا قلته ده النهارده.